محدش ياخد على مدرس حصه الالعاب. انا هنا بتكلم على فريرة. نحمد ربنا الراجل ده مشي يعني بالعقليه دي. لما كان بيتكلم مع الكابتن احمد شوبير بالعقليه دي، انا الحمد لله ان الراجل ده مشي، يعني الحمد لله نشكر ربنا الراجل ده مشي، لان دايما المبرر بيساوي فشل. الراجل بيتكلم بيقول لك اصل الشركه اللي هي المفروض بتحلل الاداء، اصل احنا النادي ما دفعش فلوسها، فبناء عليه انا ما عرفتش ادير الماتش. بقى لي منطق يعني؟ انت مش قادر تخش على اليوتيوب وانت لعيبه النادي الاهلي انت مش عارفها، تشكيل النادي الاهلي انت مش عارفه، فالمبرر بيساوي فشل. طيب انت الماتشات اللي قبل النادي الاهلي ما كان برضو الماتشات بتتحلل لك وكان كل تغييراتك غلط، وكنا بنقول لك دخل ادم كايد في مركز 8 او ان هو ما يلعبش هاف ليفت، انت كنت بتلعب هاف ليفت. فانت بالتالي قرايتك للماتش غلط. دي ليها علاقه بالفلوس اللي المفروض تدفع للتحليل؟ ده كلام مش منطقي خالص. زي ما انا قلت وانا هاجمت الراجل، لان الراجل بالظبط هو حتى مدرس حصه الالعاب هو بالنسبه له اشطر منه.